آخر أخبار كرة القدم في دقيقة. في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، حقق برشلونة انتصارا على نادي كوبنهاجن بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد، بينما سقط ريال مدريد أمام بنفيكا ب3 أهداف مقابل هدفين. كما تجاوز نادي أرسنال نظيره كايرات ألمتي ب3 أهداف مقابل هدف واحد. وتفوق تشيلسي على نابولي بالنتيجة نفسها، في حين اكتسح ليفربول فريق كارابا بسداسية نظيفة. وواصل مانشستر سيتي نتائجه الإيجابية بتغلبه على غلطة سيراي بثنائية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها حسم توتنهام هوتسبير مواجهته أمام أينتراخت فرانكفورت. من جهته تفوق بايرن ميونخن على PSV أيندهوفن بهدفين مقابل هدف واحد، كما تجاوز إنتر ميلان فريق بوروسيا دورتموند بثنائية نظيفة. في المقابل تعرض أتلتيكو مدريد للخسارة أمام بودو غليمت بهدفين مقابل هدف واحد، بينما انتهت مواجهة باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل يونايتد بالتعادل الإيجابي هدفا لمثله. بحسب صحيفة ESPN، إدارة برشلونة تكثف بحثها عن مهاجم جديد لخلافة روبرت ليفاندوفسكي في ميركاتو الصيف المقبل. النادي الكتالوني وضع الثنائي جوليان ألفاريز وفلاهوفيتش كأبرز الأهداف لتدعيم خط الهجوم. ليفاندوفسكي قد يغادر الكامب نو بنهاية الموسم، والبارسا يريد تأمين بديل سوبر لقيادة هجومه.